خالد يلا خالد يلا. بقول لك وقف ودوس على العلامة اللي انا قلت لك عليها اخر مرة. وقف جيبه هنا بره. ها يلا يلا خالد. يلا خالد المرة اللي جاية بقول لك وقف 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 على هنا. يلا احسن حاجه. محبوب هاي يلا خالد يلا احسن. يلا خالد وقف وقف نطلع من على كده على خط الجون. على خط الجون نقطع بره كده على خط الجون نقطع بره كده على خط الجون. ها يلا خالد مرة واحدة. كويس يلا خالد. ها اوه لسه اتنين. يلا خالد لسه واحدة. وقف. طبعا يعني في اهتمام من الجهاز الفني منتخب مصر ان هم يشوفوني تاني ويدوني فرصه في المعسكر الجاي وكده، وانا بشتغل مع نفسي مع كابتن اشرف فضيل عشان ازود والكلام. قرب بقى تعالى ابدا انا ولا انت؟ طبعا خالد حارس 2001 معانا طبعا منتخب بورسعيد 2001 وكان معانا في الدوره بتاعه اسكندريه، وحارس كويس بس هو محتاج يشتغل على نفسه كتير عشان ينول اهتمام الناس يعني. بس نتنبأ له ان هو يبقى جون كويس بس يسمع الكلام. انا بشكرك يا كابتن على انت بتعمله معايا. الحمد لله انا ظهرت بمستوى كويس معاك في المنتخب. ان شاء الله يعني اخد فرصه في منتخب مصر واكون احسن. طبعا طول ما انا بتمرن معاك اكون احسن ان شاء الله. انت كنت بتتمرن معايا فتره قبل كده وجيت انت اتمرنت انت وبوريو فتره طويله وبعدين انت قطعت تاني وبعدين رحت للشبان وبتلعب في دوري ايه؟ قطاعات. لعبت في دوري قطاعات وانا سامع كده متابعك انك انت ماشي كويس وربنا يوفقك وشد حيلك كده يا خالد. وان شاء الله انا اي حد بيجي عاوز يزود معايا انا ما بقولوش لا وتعالى وزود طالما هو لصالحه. وانت قبل منك اتمرن هنا في المكان ده احمد عبد الفتاح وبعد كده انا وديته قلت لهم خدوا الفريق الاول. خلي بالك من صبعك اوعى صبعك. قلت لهم خدوا الفريق الاول اهو حارس مرمى واحد احمد عبد الفتاح وقعد اتمرن معايا حوالي 4 شهور ونص. واتصلت انا بعماد المندوب كابتن حسام حسن وخدوا الفريق الاول من خلال المدرسه دي من خلال المكان ده. احمد عبد الفتاح دلوقتي مع النجوم وبقى ليه اسم وهو حارس واعد يعني. فانا اي حد بيبقى يجي عاوز ان هو يزود معايا اهلا وسهلا بيه. وانا اتمنى لك التوفيق يا خالد وشد حيلك. انت جسمك كويس يعني الجسم ده الستايل ده المفروض يبقى جون كويس. فانت محتاج تزود كتير يعني عندك حاجات كده تزود معاك هتبقى كويس باذن الله وانا هزودها معاك باذن الله. وزائد ان مدربك برضو بوريو انت بتشتغل معاه دلوقتي وهو مدرب شاطر على فكره بوريو. وبالتوفيق يا خالد ربنا يكرمك. بجد.